طب يا جدعان تصريح ايوه قوي جدا من مستر عصمت بيقول لكم مفيش تعليم في المدارس. ده اتعلم عن التربيه قبل ما ارتبط، ده قبل ما ترتبط. قبل ما ارتبط الفكره ان انا مستحيل هعلم اخر حاجه انا مش عارف اعملها، فتلاقي نفسك انت عمال تزود عمر على عمرك واكون فاهم انا هقرا ليه اساسا. وهنتكلم برضو ايه ايه، ده برضو سؤال مهم. يعني حد من الكتاب قال لك لو انت اتعلمت القراءه والكتاب وما قريتش انت زيك زي الجاهل والامي. الكتاب ممكن يغير طريقه حياتك تماما. يعني انا من الناس اللي اتسف عليا كتير في بدايتي يعني. ان الشخص لو عرف يتصالح مع ذاته يعرف يعمل حاجات كتير جدا. في برضو الراهب الذي باع سيارته الفراري. اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست مبادره. معانا النهارده مستر عصمت وانا ايمن. يلا بينا مستر، النهارده جايين نناقش موضوع ساخن جدا وهو القراءه. اجل يلا بينا. فانا مجهز شويه اسئله بقى ايه يعني. انت النهارده انت المره اللي فاتت اقنعتني ان انا اخطط السنه بقى ونقعد نراجع نفسنا وكده، بس المره دي ان شاء الله انا ههزمك ومش هقرا، يعني مش هطلع قارئ خالص يعني. عشان كده انا مقعدك المره دي عند جنب الكتب. المره دي انا بعز الكتب جدا. تمام. فاول حاجه، ليه اقرا يا مستر؟ ليه اقرا؟ سؤال مهم جدا. واحيانا في بعض الشخصيات بيعتبروا القراءه دي يقول لك انا ما بحبش. ايوه انا ما بحبش فعلا يعني. ليه اقرا يعني؟ اللي هو كان اختياري. في حد هيتولد بيحب القرايه وحد هيتولد ما بيحبش القرايه وكانها يعني موهبه يعني. هي مش كده فعلا؟ لا هي مش كده خالص. ليه؟ لا هي بس هو يعني في ناس بتتولد بيقولوا ان دي ناس ذكيه ودي ناس مش ذكيه، دي ناس بتحب الطب ودي ناس بتحب الهندسه. دي لو موهبه يعني ممكن نجيب ذهن كده اللي هو ايه، ممكن اقول لك انت عندك موهبه الكتابه لكن موهبه القراءه ممكن واحد يبقى عنده فكره القراءه السريعه وخلافه. لكن القراءه في حد ذاتها، لو انا قلت ان فلان يقرا وفلان ما يقراش يعني ينفع نحط قصادها كده فلان ياكل وفلان ما ياكلش. ده ازاي؟ لو احنا مشيناه اللي هو الغذاء الجسدي والغذاء العقلي. ولازم نقتنع النهارده وكل اللي بيسمعنا ان فكره زي ما انا بهتم بالغذاء الجسدي، الغذاء العقلي اكثر اهميه من الغذاء الجسدي. ايوه بس احنا بنتعلم في المدرسه يعني لا هي دلوقتي المدارس مش بتعلم. مش بتعلم يعني هم بيقولوا لنا كده يعني، بيقولوا ان انتوا بتتعلموا في المدرسه. لا ده مفهوم خاطئ صح؟ المفهوم ده اتلغى خلاص. مفيش مدارس بتعلم. مفيش مدارس بتعلم. لا خالص. طب يا جدعان تصريح ايوه قوي جدا من مستر عصمت بيقول لكم مفيش تعليم في المدارس. المدارس مش بتعلم. التعليم قرار دلوقتي مش مدارس خالص. ولو اتكلمنا عن التعليم يعني نقدر نحط في الأولوية كده هي القراءة. ان انا اتعلم. حتى فكرة المناهج، الطالب نفسه مش بيتذوق المنهج ولا يقول لك انا هقرا عشان اتعلم. هو مش بيقرا، هو بيقرا كلمتين كده او يحفظ كلمتين عشان يدخل يكتبهم في الامتحان. لكن خرج بايه من العملية التعليمية؟ ما خرجش بحاجة. وده مفهوم مهم جدا. لو سيطر على الطالب او على الكبير والصغير الموضوع هيختلف تماما. يبقى احنا هنرجع لنقطة ان فكرة القراءة هي مش اختيار، هي قرار ولا بد منه. ما ينفعش اقول فلان يقرا وفلان ما يقراش، لا الموضوع مطلوب من الجميع. ولو ردينا على سؤالك بقى من البداية، ليه عشان حياتي تكون مختلفة. هو انا هعرف يعني لو ربطناها بفكرة التغذية زي ما قلت، كل الناس بتاكل بس في فرق ما بين واحد مثلا قرأ كتاب أو سمع فيديو أو شاف حاجة تخص إطار التغذية فخد معرفة تخص التغذية، ولا قال الأكل ده مثلا صحي والأكل ده مش صحي، فمن خلال المعرفة ابتدى يحسن من الاتجاه الصحي بتاعه والتغذية. لكن لو أنا ما عنديش المعرفة دي فأنا عادي باكل وبشرب بس بشكل سلبي. فالدنيا مش ماشية كويس. يسعى على كده حاجات كتير جدا. في حاجات ممكن أكون مش عارفها بسبب عدم معرفتي بيها تعطلني أيام وشهور وسنين. طبعا. زي إيه طيب؟ يعني ممكن نبسطها بحاجات سيمبل خالص في إطار أي بيت. ممكن حاجة كده معطلاني في البيت وأنا مش عندي الخلفية ده وإن أنا أرتب أمر ما وقاعدة زي ما هي ومضايقاني. وممكن أشوف فيديو بسيط أو قريت كتاب كده في فكرة التنسيق أو التنظيم أقول ده أنا ممكن أعمل الفكرة دي أو ممكن أظبط البيت بطريقة معينة. فبسبب المعرفة حليت مشكلة عندي، في حين لو المعرفة دي مش عندي المشكلة ستظل قائمة. أو ممكن تكون المشكلة قائمة وأنا مش عارف إن هي مشكلة. يعني هي موجودة بس أنا مش عارف إن هي موجودة. بالظبط. يعني كتير مثلا ممكن نشوف فيديوز أو نقرأ كتاب تصدق الموضوع ده موجود وأنا ما فكرتش فيه خالص. طب أنا لو اتعاملت بالطريقة اللي أنا قريتها هلاقي الموضوع مختلف حسنت من جودة حياتي، الموضوع بقى مختلف. ففكرة المعرفة مطلوبة جدا ولأي حد وفي أي سن. أفتكر في السياق ده كنت بدي محاضرة عن فكرة التربية.
انك تتعامل مع الاطفال ازاي. فكان قاعد قدامي يعني في سن صغير شويه، يعني سن جامعه، وناس اباء وامهات وخلافه. ففي حد في سن جامعه قال لي طب انا المعلومات دي هتفيدني بايه؟ ان انا بتكلم عن تربيه الاطفال. فهو بالنسبه له انا حد مثلا لسه ما دخلتش في الارتباط او الاطفال، طب انا هعرف ليه؟ ودي مشكله كبيره، ان الواحد يعتقد ان انا لما نكون في الموقف نفسه بدور على المعرفه، في حين لما نكون في الموقف نفسه بنسبه كبيره بيكون مسيطر علينا حاجات تانية غير فكره ان انا اسعى المعرفه. ثواني، يعني انا المفروض اتعلم عن مثلا موضوع مثلا زي موضوع الارتباط قبل ما ارتبط؟ طبعا. ياه. ده يتعلم عن التربيه قبل ما ارتبط، ده قبل ما ترتبط او قبل ما ارتبط. حد من علماء التربيه بيقول كده، لو انت عايز تنشئ طفل مثالي لازم انت تشتغل على نفسك قبل ما يكون عندك الطفل ده ب10 سنين مثلا. ياه، 10 سنين. متخيل الموضوع كبير صح؟ يعني انا متاخر. كتير متاخرين. الفكره ان انا مستحيل هعلم اخر حاجه انا مش عارف اعملها. عشان كده اللي قال المقوله دي من وجهه نظر ان انا لازم زي ما حد كده بيتغمس في، عارف زي الصبغه، انت جبت توب كده وغمسته في الصبغه، فلما بيطلع يبقى خلاص متشبع. غير انت خطف كده الحاجه انا ما عشتهاش، فمش هعرف اخلي اخر يعيشها. قيس على كده حاجات كتير جدا. ففكره المعرفه ان انا اعرف دي حاجه مطلوبه من الجميع. يعني انا لازم ادور على المعرفه. طبعا لازم ادور على المعرفه عشان اعرف اعيش قدام كويس، وتبقى اسلوب حياه كمان. حاجه اساسيه. طب ايه دي؟ يعني انا ممكن مثلا اكون صغير قوي، يعني ليه برضو اقول مثلا ليه افكر مثلا اللي هو لازم اتعلم عشان الارتباط او عشان التربيه؟ يعني ممكن انا لسه صغير يعني. حلو. بنقول كده دايما، انا اي حاجه تمر في طريقي، احنا نقول القراءه دي حاجه اساسيه ان انا اتعلم باستمرار، واي حاجه تانية في اطار اكتساب خبره جديده هتفيدني ما فوتهاش. في اطار المعرفه مثلا بالصدفه كده في كورس مثلا اونلاين مجاني وهيفيدني في حاجه معينه، بس انا شايف الحاجه دي هتفيدني دلوقتي بس مش هستخدمها. ممكن واحد يقول لك بلاش منها. طب بلاش منها، ما انا ممكن يجي في وقت معين انا محتاج المهاره دي او الحاجه دي، والوقت اللي انا محتاجها فيه ما لقيتهاش. يعني حضرتك بتتكلم في نقطه الاستعداد، ان انا اكون مستعد للحياه، مستعد باستمرار. والقراءه من اهم وسائل الاستعداد. غير اضافه نضيف حاجات كتير جدا. يعني افتكر شخصيات من ارض الواقع، مثلا وظائف كتير، مثلا ابسطها حد بيعرف يسوق عربيه، جات له فرصه انه يتعلم وقال لك يعني انا هشتري عربيه وكبر دماغه وما اتعلمش. جات له فرصه سفر كويسه جدا ومطلوب انه يكون معاه رخصه قياده. ففي الوقت ده الفرصه جت بس هو ما كانش معاه غير مستعد، مع ان دي حاجه بسيطه يعني. مش ما انا بديك مثال على الابسط الامور. قيس على كده حاجات كتير. لا انا يكون عندي مبدا ان انا اي فرصه اتعلم فيها، التعلم ده يبقى مبدا حياه، عمال اخزن وعمال اكتسب خبرات وعمال اتعلم واطبق على نفسي، وهنتكلم في النقطه دي كمان شويه. عشان لما هيجي وقت معين هتيجي فرص كتير وهتيجي مواقف في الحياه تقول لك خلي بالك انا عايز ارجع للرصيد اللي عندك ده. تلاقي عندك بقى كنوز جواك انا عمال اخد منها. الموقف ده محتاج المفهوم اللي انا اتعلمته قبل كده. فانا بتعلم عشان ابقى مستعد للمستقبل، مستعد للحياه، والحياه فيها مطبات كتير محتاجه دعم، والدعم ده لازم يكون من جوايا قبل ما يكون من بره. كلام جميل. بس مش ممكن اتعلم من على اليوتيوب فيديوهات بقى وكده؟ سؤال حلو جدا. ممكن نقول مثلا الشورتس والفيديوز وكده يعني حاجات جاهزه ومن الاخر. صح كده؟ طيب الشخص اللي اداني حاجه جاهزه دي هو مر بالمشهد كله، زي مثلا تلخيصات الكتب. كنت برضه عايز اسالك يعني سريع. تمام. يعني 10 دقايق يجيب لك ملخص الكتاب. اجيب الكتاب من اوله لاخره بقى، من الجلده للجلده. جميل. المراجعه النهائيه بقى، احنا متعودين يا مستر على المراجعات النهائيه. ما دي مشاكل المدارس، عايزين الزيتون. مفيش تعليم مفيش تعليم في المدارس. لما انا بقول افتكر مشهد في مسلسل بخصوص الامر ده، حد كان بخيل جدا، ده حضرني المشهد ده دلوقتي. تمام. فكان قاعد على كافيه كده، فبيقولوا له شايك ايه؟ قالوا له قال لهم ساده. هو كان بخيل حتى ما بيستخدمش السكر. فحد رد عليه، هو عارفين ان هو بخيل. طب ساده ليه؟ ما انت نفس الرقم اللي هتدفعه في كوبايه الشاي اللي فيها سكر
هو اللي هتدفعه في كوبايه الشاي الساده. تمام. ليه ما تحطش سكر بقى؟ ما انت شخص بخيل. يعني ليه ما لهمش حطوا كل اللي بالظبط، عندك ده من باب البخل بقى، إن ده انت حاجه. حط لي نص الكوبايه سكر. فرد عليهم قال لهم ايه؟ لا، ما هو بيدرب نفسه على البخل، فما ينفعش يكسر القاعده بره. متخيل المفهوم؟ متخيل؟ حبيت اربط المشهدين ببعض، ان انا مش فكره ان انا اخد حاجه جاهزه. انا اساسا خلال قرايتي للكتاب، وخلال صفحه ما عجبتنيش، وخلال فصل حاسه طفيف شويه، وخلال معلومه عدت كده وفي معلومه قويه، الباكج كله على بعضه، وقعدتي مع الكتاب وتخطيطي وايا كان، خدت حاجه عجبتني وحاجه ما عجبتنيش، ده في حد ذاته خبرات ترسخت جواي، مش مجرد خد معلومه جاهزه. فده في حد ذاته دي خبره. دي هنفتقدها في فكرة الفيديوز أو الحاجة الملخصة وجاهزة. حاجة تانية، اللي بيلخص ده هو بيلخص من وجهة نظره. ممكن يكون منظوري للمفهوم ده أو النظرية دي أو الحاجة دي اللي في الكتاب، أنا ليا منظور ليها، وحد تاني يقراها ليها منظور تاني. فانت قصد حضرتك ان هو مثلا هو بيشرح اللي هو فهمه من اللي الكتاب فهمه مش بالظبط، الكتاب واللي لمسه من خلال حياته. يعني أنا ممكن قريت حاجة ربطت موقف بحياتي، فرحت ملخص من خلال المضمون ده. لكن أنا لما أقرأ الكتاب هشوف بقى إيه اللي يتناسب مع شخصيتي، إيه اللي يتناسب مع المواقف الحياتية اللي عندي، وأخد الحاجة المناسبة وابتدي أطبقها. إن القراءة هنقول دلوقتي برضه، هي القراءة مش مجرد رفاهية، ده اسلوب حياه ومحتاج اكمل عليه. مش فكره بقى انا هجيب كتب كتير السنه دي واقول ان انا عايز اخر السنه اقول انا قريت 20 كتاب 50 كتاب، وامشي كده وسط الناس اقول لهم انا قارئ، انا حد قارئ جيد. لا، ده في حد ذاته مش هدف. يعني القراءة مش ذات نفسها الهدف؟ مش هدف خالص. طب يعني الهدف ان انا اتعلم. بالظبط كده. يعني لو قسمنا مراحل، انا ممكن اقول القراءه في حد ذاتها هي معرفه. طب ما ناس كتير عارفه، وعارفه ايه الصح وعارفه ايه الغلط، وتلاقي الشخص عارف الصح وبيعمل حاجه غلط. فهو المعرفة موجودة. فأنا ممكن أقول القراءة الخطوة الأولى أنا عرفت. رقم 2 أستوعب. يعني استوعب يعني إيه؟ قريت حاجة النهاردة وراقتني، عجبتني، أو لمست حاجة في حياتي، ابتديت تاخد وتدي في دماغي، يبقى كده استوعبت. طب الموضوع وقف لغاية هنا؟ ما أنا ممكن أستوعب ويومين 3 والموضوع تلاشى. النقطة الثالثة أنا ابتدي أطبق في حاجة معينة، أو أسلوب حياة، أو طريقة أتعامل مع أفكاري، أتعامل مع المشاكل اللي في حياتي. قريت وفهمت، وجيت أمر بالمشهد ده معرفتش أتعامل. طب أنا ما استفدتش حاجة كده، ومجرد أنا كده بضيع وقت في القراءة. لكن القراءة إحنا بنقول هو يبقى أسلوب حياة. بنقرأ، فهمت، ابتديت استوعب الحاجه، ابتدت ترسخ في ذهني، ابتديت بقى ادور على مشاهد في حياتي. حتى لو ما عشتش المشهد انا ممكن اتخيل المشكله دي لو مريت بيها يا ترى انا ممكن اتعامل ازاي. يبقى عندي رصيد بقى خبرات، حتى بقول خبرات لم اعيشها. حتى لما اعيشها. يعني انا دلوقتي مثلا ايه، مر عليا موقف في كتاب، فالموقف دوت انا ممكن اعيشه بس بعد سنين، مثلا موقف في شغل مثلا، بس انا لسه طالب بتخيل ان انا بعيشه. بالظبط. فانا كده يا ترى يكون رد فعلي ايه؟ فتلاقي نفسك انت عماله تزود عمر على عمرك، بحيث ان انا مش هستنى لما نقع في الحفره، لا ده انا مستعد لو جت حفره قدامي ابقى فاهم انا اتعامل معاها ازاي كويس جدا. هل دوت هو الذكاء او اللي الناس بتسميه مثلا سرعة البديهة؟ هل في ناس هي بس من خلال قراءتها وتجاربها الخيالية هو ده اللي بيساعدها ان هي تبقى تحسها كده عندها حل لكل حاجة؟ نقدر نقول ان دي قد تكون موهبة فطرية فعليا وممكن نكتسبها. يعني ممكن واحد هو طبيعته ذكي وعنده سرعة البديهة دي من غير قراءة او خلافه، وتكون ياخد القرار الصح او يكون بسرعة. وفي حد تاني لا، محتاج يجتهد عشان يوصل للمرحلة دي. نقدر نوصل لها طبعا. زي ما قلت انا بتخيل موقف. طب لو الموقف مريت بيه فعليا، من الحاجات اللطيفة اللي كنت قريتها قريب بيقول لك ازاي تخزن كنوز جواك. قال لك شوف اصعب المواقف اللي مريت بيها في حياتك، انت كأنك بتعمل كتاب جواك بقى. شوف المشهد اللي هو قد يكون مؤلم بالنسبة لك او مؤذي او حاول تعيده بتفاصيله في ذهنك، وتخيل يا ترى انت لو اتعاد بنفس تفاصيله هل ايه تصرفك اللي يخليك الايذاء ما يبقاش شديد قوي، بحيث انت تقول لنفسك كده عشان المشهد ده لو مر بيا تاني انا خزنت جوايا
رد فعل مخالف، خزنت جوايا اتعامل مع الموقف ازاي استوعبه، وازاي ما اخدوش على نفسيتي قوي بحيث ان هو ما يتعبنيش. فدي انا بخزن كنوز من الواقع بالاضافه للكنوز اللي احنا بنقول في الكتب نفسها. عشان كده فكرة الملخصات او فكرة الفيديو مش مفيدة يعني. مش مفيده، مش هتدي الفايده الكامله. فاهمني؟ يعني فايدة القراءة مع الخيال بيدمج الاتنين سوا طبعا، فبتطلع تجارب اكتر، نتيجه قويه جدا. تجارب بتغير فيك انت، اكيد، على عكس ما ان انت بتسمع معلومة 1+1=2. مظبوط. صحيح. طب بس يعني موضوع القراءة ده بياخد وقت طويل يعني. مرهق. الكتاب بياخد له 20 ساعة كده في المتوسط. ما عشان احنا بنبص للفيل كله، شايفين الفيل قدامنا. تمام، يا كل ده فيل. في فيل كبير قوي يعني. بص المكتبة دي عاملة ازاي كده. بس. مكتبة كبيرة قوي يا جماعة. ما هي الفكرة، هي ممكن نستعين بحاجة كده يعني. مثلا حد نقول له يلا، هو قارئ مبتدئ، نقول له خد خلص الكتاب ده النهارده وقول لي فهمت ايه تاني يوم. فهو بالنسبة له خلاص شفت الكتاب ده، نهار ابيض انا اخري مسكت ورقة ورقتين. فالموضوع مرهق بالنسبة له. لكن احنا كنا اتكلمنا قبل كده في فكرة التخطيط والاعتيادات. انا بالنسبة لي المهم ادخل في مود القراءة واكون فاهم انا هقرأ ليه اساسا. فدي نقطة مهمة، اكون عارف انا ماشي في الطريق ده ليه. انا ماشي في الطريق ده من باب ان حياتي تكون افضل، والقراءة هي وسيلة. فالوسيلة دي انا حابب تكون كل يوم. زي ما قلنا، واحد عايز يلعب رياضة كل يوم ان شاء الله، حركة كده جسدية كل يوم. هلعب رياضة 5 دقايق 10 دقايق. فانا بدي فرصة للجسم ان هو يتحرك. نفس الفكرة، انا بدي الفرصة للخلايا اللي جوه مخي ان هي تتحرك وتتفاعل مع بعض. دي بتساعدني ان احنا نرجع لنفس نقطة سرعة البديهة، فبتديني حرية اكتر. نرجع الكتاب مكانه ونخليه. شكله كده احلى، صح كده، نسنده. ايوه. ممكن هات الروبوكس دي. ايوه، واحدة بس، او ماشي رجع واحدة بقى عشان الديكور. هو وقف لوحده تقريبا، او وقف لوحده. خلاص تمام زي الفل. شكله طريف كده. يلا نكمل بقى. ماشي يا مستر. يعني ماشي، يعني انا هاخد حتت من الكتب حتى لو مش لازم اقرا الكتاب كله، او مش هقرا كتير. يعني الفكره مش في ان انا اخلص الكتاب خلاص يعني هبقى قارئ وزي الفل. ده ممكن الكتاب يبقى هو اساسا يفتح لي طريق في الحياه، او هو يبقى اسلوبي في الحياه ويحسن من طريقتي واسلوبي. فمش فكره انا قريت كم كتاب على قد ما انا استفدت ايه من الكتاب. فده الهدف. كان في حد من القراء الشطار جدا قال لك لو قريت آلاف من الكتب من غير ما تطبق، هيعمل بالظبط زي شوية دخان في الهواء. هو الظاهر فيه دخان، الدخان ليه شكل. أيوه. تمام، بس الدخان مؤذي أساسا. هو الظاهر إن أنت قريت، لكن المعرفة اللي مش هتطبقها في حياتك هي هتأذيك مش هتفيدك. ضيعت وقت، صح؟ ضيعت وقت، ونقطة هتدخل في حتة الكبرياء. عارف اللي هو أنا بتظاهر. إن القراءة على فكرة تديك اتضاع مش كبرياء. ان هو كل ما تقرا تحس يا ده انا بعيد قوي، ده انا ما اعرفش حاجه، انا ما اعرفش حاجه. بالمناسبه الكتاب ده انا لسه مسوفه عايز اقراه يعني، فانت فكرتني بيه يعني. تمام، هنبدا بعد الفيديو. بس فزي ما بيقولوا كده، حتى كل ما كان الشخص بيرتفع في مناصب تلاقيه متضع. نفس الفكره، القارئ الجيد واللي بيطبق على نفسه كل ما يقرا كم كبير من الكتب يقول لك ده انا لسه ما خدتش ولو القليل. وده بيديله دفعه انه يقرا اكتر ويطبق اكتر. لكن حد هدفه ان انا اقرا بس، هتلاقيه في مثلا في جلسه حوار، على فكره انا قاري 100 كتاب، انا قريت 200 كتاب، استفدت ايه؟ ما انت لو قريت على فكره مش هتعمل كده. ولو قريت مش هتقول انا قريت. تمام. ان الشخص الذي يعرف واللي هو حاسس ان جواه معرفه، ده شخص لا يعرف شيئا على الاطلاق. لكن الانسان كل ما بيعرف اكتر يحس ان هو لم ياخذ ولو الضئيل من الحاجات دي. ان كل ما بتقرا تقول ان انا عايز المزيد، عايز المزيد. تحس ان انت ده احنا بعيد قوي. طب ماذا لو ان انا حاسس ان انا مش بتاع كتب يعني، اللي هو ما هي احنا هنرجع نفس النقطه. هي مش الموضوع مش قصر على حد، الموضوع المفروض على الكل. ليه؟ كل واحد ليه دايرته مهما كانت صغيرة أو كبيرة، حتى لو دايرته هو لوحده. هقول لك عشان نفسك لازم تقرأ. قيس على كده. بعد كده واحد ليه دايرة بقى، ليه أسرته، ليه إخواته، ليه دايرة عمله، هقول لك اقرأ عشان تحسن الدايرة بتاعتك.
فبنقول ابسط الامور ان الشخص هيقول لك انا عايش بطولي في الحياه، ماليش اسره، ماليش. هقول لك اقرا عشان حياتك تكون افضل لوحدك. محتاج تقرا عشان تتعلم ازاي تكون لوحدك وتكون كويس. مش احيانا ممكن واحد يكون لوحده وبيعاني من الوحده وحاسس ان انا ماليش حد في الحياه، وانا اقول لك اقرا ليه؟ هقول لك اقرا عشان ازاي تتعلم تستمتع بحياتك لوحدك. يا سلام. طبعا. يعني دي دي حاجه معرفه في حد ذاتها، ممكن اتعلمها من الكتب بقى. طبعا. اي حاجه ليها مصدر. ما احنا بنقول شوف البشريه بقى لها كام سنه، فالناس اللي سبقونا دول مروا بالتجارب دي سواء اخفاقات او نجاحات. فانا اللي اخفق عايز اتعلم يا ترى اخفق ليه، واللي نجح يا ترى نجح ازاي، فاتعلم منه. يعني هي مش في شخص بتاع كتاب وشخص تاني خالص. يعني اصل هم ما احنا صغيرين كده مستر كانوا يقولوا لنا ايه، الواد ده شاطر وبتاع مذاكره بتاع قرايه، والواد ده بتاع ده بيقرا، ده ما بيقراش، ده مش ده قال له ايه، التعليم مش كورك يا ابني. ايوه فاهمني. فهو يعني ايه، هي الناس ما بتبقاش مولوده كده، يعني الواحد ممكن يتغير. ده تسليم للاسف، تسليم خاطئ. تسليم خاطئ طبعا. يا نهار ابيض. ضحكوا عليه. نحكي قصه بخصوص التسليم ده. افتكر قصه بتحكي الجيل الثالث، يعني مثلا في تيتا وفي الام وفي الحفيده. تمام. فجت الحفيده دي وصلت ان هي اتجوزت، تمام، ومامتها موجوده وجدتها موجوده. تمام. فالمهم في بيتها بقى بتتعامل. ففي مره من المرات جوزها جاب لها سمك. تمام. فراحت بتسوي السمك، فراحت قطعت الراس والديل، راس السمكه وديل السمك، خلت شكل السمكه تحس ما بقتش سمك. تمام. في حين ان هو ممكن نقدم السمكه بشكل لطيف كده. فالمهم جوزها استغرب المشهد يعني. فانت ليه بتعملي كده؟ يعني ليه قصتي راس السمكه وديل السمكه؟ قالت له ما اعرفش، هي ماما كانت بتعمل كده على طول. تمام. فالموضوع اثار ذهن جوزها، فنتصل بماما. اتصل بماما، ليه بتعملي كده؟ قالت لك اصل ماما كانت بتعمل كده، اللي هي الجده بقى. نروح للسورس بقى. رحنا للسورس، عرفنا السبب. يا ترى كان ايه السبب؟ هي طول عمرها تيتا، ايام جد وتيتا بقى، قالت لك اصل احنا كان عندنا طاسه صغيره ما كانتش بتشيل السمكه، فكنا مضطرين ان احنا نشيل الديل والراس عشان الطاسه تكفي. وقد تم التسليم، يعني احنا تسلمنا حاجه ما حاولناش نسال، ابتدينا نطبقها بنفس الطريقه، وكانت غلط ومش مناسبه لينا، وكانت خطأ ومش مناسبه. في حين ان انت لو سالت او لو فكرت، ما ربنا مدينا عقل عشان نشغله. انا احيانا بقول للطلبه كتير كده، اقول له يا ابني حبيبي شغل ربنا ادانا عقل مش ديكور. ادانا عقل عشان نشغله. هو ربنا ادانا النعمه وادانا حريه استخدامها. فبقول له انت حاول يبقى حريه استخدامك لعقلك ده لازم تكون كويسه. تمام. فبنفس المبدأ انا التسليم اللي هو الحاجه دي مش هتنفعني، انا هستفاد ايه من القرايه؟ فخلاص ابتدينا نسلم خلاص. ودايما بنقول المجتمع ليه دور طبعا. يعني مثلا الاسره ما فيهاش حد بيقرا، بس ده مش مبرر ان مثلا لو حد بيسمعنا في سن صغير، سن اعدادي، سن ثانوي، لا ما يقراش. انت طالما وصلت لسن الوعي او سمعتنا النهارده، انا بقول لك النهارده رساله ايا كان سنك، اقرا. وهنتكلم برضو يقرا ايه، ان ده برضو سؤال مهم. تمام. اقرا في المتاح، ان انا احاول اقرا واحاول استزيد من المعرفه حتى لو كانت دايرتي مش قارئه. وده لا يمنع ان لما يكون في مجتمع قارئ الموضوع بيبقى مختلف. طبعا. يعني لما يكونوا اصحاب وبيحبوا يقروا يتناقشوا في الحاجه اللي بيقروها بتشجع اكتر طبعا. لكن مش مبرر لو المجتمع ده مش موجود انا اعمل مجتمع لنفسي، حتى لو مجتمع افتراضي. انا ابتدي اشترك، اشوف جروبس ناس بتقرا، وابتدي اسمع من ده واسمع من ده. يعني الاونلاين سهل الموضوع ده اكتر، يعني حتى في مواقع ممكن تشارك عليها تقييماتك وقراءاتك. بالظبط. فانت اللي هو تعرف تعمل مجتمع لنفسك في اطار القراءه. يعني فكرة أنا مش بتاع كتب دي فكرة خاطئة مرفوضة تماما. واتعلمناها إن هو الناس الدرجات وثقافة الامتحانات، اللي هو إيه، الشخص دوت أنت شاطر، أنت مش شاطر، أنت بتفهم في الرياضة أو أنت متعلم. ما ممكن واحد ما خد قسط كبير من التعليم، خريج مؤهل عالي، واحد يقول لك أنا اتعلمت وخلصت. اتعلم وخلص. أو واحد تاني مثلا مؤهل متوسط يقول لك أنا مش بتاع قراية، في حين إن عباس العقاد كان معاه ابتدائية يعني. فمش مبرر. انا طالما عرفت اقرا واكتب
يبقى لازم النهارده تقول انا لازم اكون قارئ باستمرار. يعني حد من الكتاب قال لك لو انت اتعلمت القراءه والكتابه وما قريتش انت زيك زي الجاهل والامي. ان انت اتعلمت تقرا يبقى لازم تقرا، مش خلاص اتعلمت اقرا بعد كده لما اشوف يافطه اقراها، ولا لو جاء حاجه قدامي صدفه او حد عايز يقرا جواب ابقى اقراه له. لا. خلاص يا مستر، انت قربت اقتنعت؟ تقنعني. اقتنعت قربت مش تقنعني بقى. بس. بس يعني هو في شويه مشاكل صغيرين كده، يعني قراءة مملة. مملة بصراحة. تفتكر اللي بيقول مملة جربها؟ أشك. يعني أو أرى حاجة مملة، يعني هو جه ممكن يبدأ أرى حاجة مملة يعني. يعني وساعات برضو يعني فاهم اللي هو لما اقعد على التليفون كده والعب شويه جيمز. لا على فكرة عايز أقول لك عن اختبار الموضوع مختلف تماما، هيستمتع أكتر بالكتاب. أكتر. ازاي طيب؟ إزاي؟ أولا القراءة بتديك حتة الخيال أكتر، غير فكرة الشاشات وصور وخلافه. افتكر في ايام الراديو، انا عصرت الراديو تمام، يقول لك ايه طلع على الفيسبوك الاخبار. فكانوا يقولوا حاجه لطيفه دايما بتيجي في ذهني، يقول لك ايه في الاخبار خصوصا، يقول لك ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصوره. ننقل لك الحدث بالصوت، بتكمل انت بخيالك، انت تكمل بخيالك بقى. والموضوع كان ليه مذاق مختلف على فكره. نفس الفكره القراءه بتنمي فكره الخيال طبعا. يعني انا مثلا انا اقرا روايات وبميل اكتر للكتب اللي هو باخد منها جرعه كبيره حياتيه اكتر. بس الروايه من وقت للتاني تلاقيني قريت روايه من باب ان انا اعيش في تفاصيلها واعيش مع شخصياتها. فدي حاجه بتزود الخيال اكتر وتخلي نفسك انت عايش وسط القصه. فالموضوع مختلف جدا، احاسيس هتحسها ومشاعر مش هتعيشها في اي مشهد. يعني نفس الروايه، وده عن اختبار. في بعض الروايات الكتير اتعملت افلام ومسلسلات. انا لما قريت الروايه ما حبيتش اشوف الفيلم. في ناس كتير بتقول كده، اللي هو بعد ما شاف الفيلم حس ايه ده، انت قتلت الروايه. أيوة الروايه كانت احلى بكتير. فقرايه الروايه لا، تحس ان انت بقيت المخرج بقى. يا سلام. تحس ان انت اكثر ابداعا من المخرج اللي عمل الفيلم. انت عشت ورسمت الشخصيات بطريقتك. فدي في حد ذاتها انت كده قعدت مع نفسك وعشت جو مختلف، جو ذهني مختلف، وده بيديك طاقه على فكره فيما بعد. يعني انت لما تعيش جو زي كده تلاقي مثلا في شغلك تحس فيه طاقه، انت خرجت مشاعر سلبيه من جواك، اكتسبت طاقه ايجابيه من خلال شخصيه، من خلال كتاب، وهكذا. فالموضوع اكثر امتاعا عن تجربه، واللي ما جربش اللي بيقول الحاجه ممله هو لم يختبر او لسه بيبدا. يعني خدني انا مستر كده، اللي هو ايه، انا لسه ببدا وصغير ومنغمس على التليفون طالع من حاجه لحاجه. ويمكن مثلا مسكت كتاب عشوائي، فاهمني، فقرات صفحه 2، جالي اشعار على الموبايل، رميت الكتاب. وقد يكون الكتاب سيء فعليا، ما برضه في فن انتقاء الكتاب ده ليه دور. يعني احنا المفروض نتكلم في فكره ازاي نختار الكتب. مظبوط. بس يعني هل ده لا يعني ان البدايه ممكن تبقى صعبه شويه؟ وارد. البدايه، صعوبه البدايه لا يعني ان التوقف. يعني افتكر كان حد بيشبه لما مثلا لما بتحصل حوادث او خلافه، هل ده يخلي الناس ما تركبش مواصلات؟ لا، لازم تركب. هتركب مواصلات. ففكره ان يحصل دروب في الطريق، انا ماشي في طريق خلاص اقتنعت انه صح، يحصل دروب يخليني ستوب، خلاص بقى الطريق مقفول. لا، احنا بنوجه رساله النهارده ان الموضوع ايجابي على المدى البعيد والقريب. انا ممكن حاجه معلومه صغيره قريتها النهارده فرقت معايا. مش بتفرق معانا احيانا لما واحد يصحى كده متشائم وحد يقول له كلمه او يقرا مقوله، المقوله دي في حد ذاتها بتغير موده. مجرد مقوله. حقيقي. هما دلوقتي بيصحوا بيفتحوا عينيهم، يمسكوا التليفون. تمام. طبعا السوشيال ميديا بتغير مودهم جدا. بعدها بنبدا فقره الخناقات في البيت عشان اللي شافه ما عجبوش. شحن طاقه سلبيا. بالظبط بقى. نتخانق مع مين؟ يعني مثلا ممكن حتى نقول ان الملل زي ما حضرتك قلت كده، اللي هو يعني ناخد القليل اللي هو مقولة، حتة صغيرة، بس المبدأ موجود بتاع القراءة، لغاية ما نوصل لدرجة ان احنا بننغمس او بنمسك الحاجة ونعيش معاها. بالظبط. طب ازاي بقى بجد؟ يعني انت مستر عمال تقول ان احنا نعيش مع الخيال مع الكتاب وكده يعني، بس في ناس كتير برضو تقول طب انا جربت القراءة وانغمست وحبيت، بس حاسس ان انا ما استفدتش. يعني ازاي اطبقها في حياتي، او حتى مثلا زي الرواية انا بستفيد منها ايه يعني، او
المواقف اللي انا ما عشتهاش. انا عارف يا مستر انت بتقول ايه ممكن قدام اعيشها، طب ماذا لو لم اعيشها ولا ايه؟ طيب حلو. لو هنتكلم عن مبدأ الروايات، أنا شايف الروايات ترفيهية أكتر من براكتيكال، من حاجة عملية أستفيد منها. وبشوف كتير حتى من طلابنا، يمكن البنات بيميلوا النقطة دي أكتر، يقول لك بنقرا روايات نقرا روايات. هي حاجة كويسة إنه دخلوا في مود القراءة، بس فكرة خلاص روايات مش شايفها أحسن حاجة. تمام. يعني أنا قرأت بعض الروايات أحيانا كوتس كده تعجبني، اقول الكاتب ابدع في الوصف ده، فتلاقيني عملت هايلايت كده لبعض الحاجات. فالتوتال بتاع الروايه يا اما قصه الفكره نفسها عجبتك، يا اما بعض الاقوال كده عجبتك، بعض الحوارات اللي جوه الروايه، بس التوتال انت استفدت ايه؟ ممكن خدت مغزى من الروايه، لكن خدت حاجه دسمه لحياتك مش بتلقى الكلام ده قوي. تمام. فبنقول التنوع مطلوب. ان هو قريت روايه من باب الترفيه خير وبركه، اشوف بقى قصاده. يعني ممكن لو هنمشي بالتبادل، قريت روايه خلال الشهر ده، الشهر اللي جاي عايز ادور على كتاب دسم شويه يفيدني حياتيا. ازاي اتعامل مع نفسيتي، ازاي اتعامل مع ذاتي، ازاي اتعامل مع افكاري. كل دي حاجه مهمه اللي هي السوفت سكيلز عموما. ودي كتير يفتقدها، ومش هتيجي برضو من غير الممارسه. ان انا رصدت حاجه معينه، ازاي اتعامل مع مشاعري السلبيه، ابتديت اشوف نوتس كده وملاحظات، وازاي ارصد المشاعر السلبيه اللي جوايا واتعامل معاها ازاي، وازاي افكر فيها. ابتديت اطبق، فلقيت نفسيتي ابتدت تهدى. ممكن امر بموقف صعب، لقيت الكتاب ده فرق معايا في التطبيق. فانا بدور برضو انا عايز احسن حياتي، زي ما قلنا انا هدفي من القراءه تحسين حياتي. اشوف ايه اللي ممكن عايز احسنه، اسلوبي، طريقه كلامي، افكاري. ممكن تكون افكاري سلبيه، فاشوف ايه الحاجه اللي ممكن الكتاب ينفعني في الزاويه دي، وابتدي اطبق. زي ما قلت انا بعرف بعدين استوعب بعدين اطبق، والتطبيق ده ممكن ياخد وقت كبير على فكره. طب خلاص يعني انا اسف لو قطعت حضرتك. خلينا دلوقتي احنا كده اخر حاجه تطبيق. يعني ممكن البدايه اصلا بتاعتي تبقى غلط، البدايه اللي هو في اختيار الكتاب ذات نفسه. تمام. فنروح لنقطه ازاي اختار الكتاب. جميل. لان هل الكتب المشهوره هي الكويسه؟ لا طبعا مش شرط. واحيانا كتب العنوان يشد جدا، وحاسس ان ده مش بتاعتي قوي دلوقتي. تمام. بنقول لو هندي بعض التبس كده من باب ان حد هيبدأ في القراءة، يفضل ان يكون ليه دايرة. يعني سي مثلا طالب ممكن يلاقي المستر بتاعه حد كويس ممكن يستشيره. يعني يحاول يكون ليه مرجعية. انا يا مستر ممكن اقرا ايه؟ بابا، ممكن اخويا الكبير، حد من العيلة ليه في الزاوية دي شوية. طب ما فيش الزاوية دي، ممكن استرشد بالنت عادي. انا في سن كذا كذا وحابب كتب تفيدني في زاوية كذا. حتى لو الشات جي بي تي، كل الطلبة دلوقتي شاطرين في النقطة دي قوي. يطلب من شات جي بي تي يرشح له كتب في الزاوية دي. انا حابب كتب تفيدني في زاوية التعاملات، انا مش عارف بتعامل مع اصحابي. عايز كتب تفيدني ازاي اتعامل مع مشاعري السلبية، ازاي اتعامل مع مشاعر الفشل، حد حاسس ان هو فاشل وما بيعرفش يعمل حاجة. فتلاقي فيه ترشيحات للموضوع ده. تمام. ياخد الترشيح ده ويبتدي يجرب. ما هو ابتدى يدخل في المسار من خلال التجربة نفسها. هو يبتدي يتعلم التمييز، انا ميز الكتاب ده كويس من بدايته والكتاب ده مش كويس. حاجة تانية، انا ممكن احنا بنقول القراءة مفيدة جدا، بس في بعض القراءات قد تكون مضرة لما حد يسعى لمعرفها مش وقتها. زي ما واحد مثلا لسه في سن اعدادي او ثانوي، فلسه برضه ما وصلناش للنضج الكافي، يقرا افكار مثلا بعيده شويه عن فكره، سواء افكار مثلا دينيه سياسيه حاجات كده، فتلاقي نفسه فكره يبقى مشتت. احنا محتاجين أو في السن تطرف، بالظبط. هو ما قدرش ومش عنده النضج الكافي او مش عنده مظبوط. المعلومات كفايه ان هو فهيتأذي يوازن. اكتر. فاحنا محتاجين في السن ده اللي هو المعرفه اللي هي تفيد، زي ما قلت يدور على حاجات تفيده ذهنيا صحيا، بتاعه المشاكل بتاعه دلوقتي سنه. بالظبط. تمام. لكن في بعض المعارف لا ننصح بيها. امتى انصح؟ اقول للشخص ده اقرا اي مجال لما يوصل للنضج الكافي ويوصل لفكره التمييز. انا اعرف اميز الفكر ده تمام او الفكر ده سلبي. تمام. عشان الناس اللي هتروح تدور على كتب معينه، يعني تروح مثلا يقول لك ما قرايه بقى نقرا اي حاجه. قال لك اقرا طيب يعني انا
يعني دلوقتي انا هروح احاول ادور على الكتاب، فانا احاول مثلا ممكن اخش على اليوتيوب واسمع ملخص ليه، ممكن اكلم تشات جي بي تي واشوفه مناسب لسني ولا لا، وممكن احاول اسال ناس تانية اكبر مني ترشدني، صح كده؟ مظبوط. طيب بس في مشكله تانية ظنونا بقى، انا لو انا صغير ممكن ما يبقاش معايا فلوس اشتري كتب. حلو، يا سلام يعني نحمل آلاف الكتب في لحظة. بنحملها طبعا يعني يعني. في منصات كتير جدا فور فري تحمل كتاب زي ما انت عايز. هو مجرد ما اي حد يكتب انا عاجبني كتاب معين، هتكتب اسمه تحميل كتاب كذا كذا، مم. هتلاقي كذا منصة بتحمل ملف PDF فور مم. فري تماما. مم. يعني انا اتكلم ان عندي مكتبة ورقية وعندما عندي مكتبة إلكترونية. في مم. بعض الكتب اللي هي ما عرفتش اوصل لها مثلا ورقية موجوده موجودة على بي دي الموبايل. اف. وطبعا يعني ممكن. لا يغني عن الكتاب الورقي، بس حاجة موجودة. مم. طبعا يعني احنا بنحذر برضو ان الكتب البي دي اف مش كلها مجانية، والمفروض ان انت تشتريها. هو لما يشتري برضه هيتذوق حاجة تانية، يعني اه الموضوع لا يغني. اه كنت قريت مقولة كده قال لك فكرة انك تتلامس مع الكتاب ده في حد ذاته كده احساس مختلف. كشفنا السند بتاعنا. اه كمل بس. بينا السر. فالموضوع مختلف. اه فكرة ان عارف تحس فيه عشرة فعليا. انا ليا بعرف ريحة الكتب، يعني انا يعني فاهمني. اه لا لا، في وانت ريحة للقعدة الكتاب كده. لما بتخلصه، عارف بعد ما تخلصه كده، يعني انا من عاداتي في القراءة ما فتحت الكتاب كده هتلاقيني كتبت نوت في البداية. مم. انا اول ما فتحت الكتاب وليكن يوم كذا بتاريخ كذا الساعة كذا. واو. تمام. اه حاجة تانية برضو، يعني ممكن حد يحب الطريقة دي، يعني انا بعمل كده، ممكن نجيب كتاب بعد كده نفرجه للمشاهدين يعني. بحب اولا فكرة القلم الرصاص، يعني اه عشرة، صديق عمر القلم الرصاص. اه تمام. تلاقيني بدأت الكتاب طبعا بعد ما اخلصه بكتب نفس النوت، يعني ممكن كتاب خلصته في يوم يومين، بدأت يوم كذا خلصته يوم كذا. مم. طب الحتت الفاضية دي ما بسيبهاش فاضية. تتكتب. الحتت الفاضية دي وانا بكتب يا اما بحط هايلايت كده في حاجة عجبتني سيف صفحة 25، مم. حطيت تحت الحاجة اللي عجبتني قوي دي كتبت نوت على جنب، طلعت بره كده كتبت صفحة 25 الملاحظة اللي انا او الحاجة اللي انا خدتها عجبتني قوي من الموضوع ده. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ ان في بعض الكتب بعيد قراءتها وبحب اعيد قراءتها. بس هو احنا نعيد الكتب؟ اه لا ده موضوع تاني هتكلم اوه. فيه. مش لما نخلصهم من طب الاول. خلينا نخلص تمام. يعني بعد كده نشوف نرجع هنعمل نداري يا رب بس. فموضوع الكتاب الورقي الموضوع مختلف تماما. مم. في بعض الناس يقول لك طب انا اشتري ليه؟ هقول لك يعني جرب ده برضه من باب مم. الريكومنديشن، اللي هو معاك كتب PDF وانت بقيت شاطر وبتقرا، من وقت للتاني اشتري ان شاء الله كتاب ورقي وتعايش معاه. مم. الموضوع بيبقى مختلف. حتى فكرة زي ما قلت لما بترجع له تحس ياه ده انا فاكر لما بدأت في الكتاب، ده انا فاكر الملاحظة دي. تمام. احس فالموضوع في مختلف. ذكريات اه كده. ذكريات طبعا. وفي بعض الحاجات بالفعل انت قريته حسيت بعد ما خلصت الكتاب ده ترك اثر مختلف جدا جواك، مم. والاثر ده بنسبة كبيرة تلاقيه مكمل معاك ايام واسابيع وشهور. تحس سلوكك اتغير، طريقة تفكيرك اتغيرت. طيب بعد ما عدى فترة تحس انت ابتديت تهبط تاني، هقول لك ارجع لنفس الكتاب اللي فرق معاك. اه الموضوع هتحسه مختلف تماما. حتى في اطار علاقاتنا الانسانيه، اتعامل ازاي مع شريك الحياه، اتعامل ازاي مع اصحابي، اتعامل ازاي مع اسرتي. في بعض الكتب بتدعم الموضوع ده جدا، وتلاقي فرقت معاك وابتديت تتعامل بطريقه كويسه. طب الروتينيه بقى خدت وقتها وابتديت تهبط تاني، هقول لك ارجع. الكتاب نفسه بيديك جرعه طاقه كده، عارف واحد عنده حماس وانا عايز ايوه ايوه. اطبق اللي انا قريته، فتحس الموضوع مختلف جدا وتحس بقيمه القرايه في الوقت ده. مم. كلام رائع. بس في مشكلة ساعات بتواجهنا يعني في مجتمعنا دوت، لما هو بجد ساعات بيبقى فيه مش عدم دعم أو حيادية للشخص اللي بيقرأ، ممكن يبقى فيه تريقة. يعني أنا اه من انت الناس اللي هتعمل كان روحك المثقف عليه يعني أنا من الناس يعني. اللي اتسف عليا كتير في بداياتي يعني. اتسف عليا كتير. موجود في اتجاهات كتير. يعني مرة أفتكر كان في قعدة كده وانا قلت حاجه فبيقولوا معلش ده بيقرا كتب كتير. كأن اللي هو الواد تعبان يا يا جماعه. يا انا تعبان نهار. طيب. قولوا لي.
معلش يعني، ده معلش يا جماعه ادعوا له، بس ده بيقرا كتير يعني. اه للاسف مجتمعنا عنده النقطه دي في معظم الحاجات الايجابيه، وخصوصا لو واحد مثلا بعيد عن النقطه دي خالص، ابتدى ياخد خطوه، تلاقي الطريقه اشتغلت. تمام، ايا كان الاتجاه بقى. دي من المطبات، لو انت استجبت للنقطه دي واللي هو لا انا اصلا اتريقوا عليها فخلاص بقى ارجع زي ما كنت، يا اما هكمل، ولما تكمل بقى هم في الاخر هيقولوا لك على فكره انت صح. ان دي من الحاجات التحديات اللي هي بتقول لك ستوب، ما تكملش. لا انا بقول لك كمل، كمل عشان انت بتفيد نفسك اولا، وهتفيد اي حد في دايرتك فيما بعد، وتكون مختلف طبعا. يعني مثلا نحاول على قد ما نقدر ايا كان سنك، او يعني بالنسبه اكتر للناس الصغيره هو اللي ممكن يحس ان دي حاجه صعبه. فلو انت حد اتريق عليك او حد قاعد يقلل من قيمه القراءه او من قيمه الكتب، فيعني حاول ما تسمعش او تتجاهله، او ان انت ايه، او يقول له عادي انت شايفني ممكن تعمل زيي عادي يعني، مفيش لو مشكله. متضايق اعمل زيي اعمل بالظبط. طب يعني ازاي برضو ايه، خلينا ماشي انا بدأت وتجاوزت كل دوت، ازاي ما انغمس في الحياة واستمر في القراءة؟ لان ساعات يعني لو اقرأ بنسى، انا مش هقول ان هي مسلية وجميلة وكل حاجة، بس ممكن انساها كده واحس اللي هو برجع تعبان بقى من الدراسة او من اي حاجة. فازاي احطها في يومي كده واحافظ عليها واستمر عليها لفترة طويلة؟ حلو. هنرجع للثلاث خطوات اللي احنا قلناهم. انا قريت وابتديت اثبت الموضوع ده، فكل يوم بحس ان انا بعرف حاجه جديده. تمام. في بعض الحاجات انا ممكن اقرا مثلا صفحتين ثلاثه، خدت منهم حاجه صغنطوطه كده. الحاجه الصغيره دي ابتدي اخليها الماده او البذره اللي معايا طول اليوم او طول الاسبوع. يعني انا مكمل في القرايه، بس طول وانا بقرا بدور على ايه اللي هستفاده. الحاجه اللي استفادها دي احاول ارددها في ذهني طول ما انا ماشي، رايح انام افكر فيها، طب يا ترى الحاجه دي هعملها ازاي، اطبقها ازاي، وابتدي اخد مسار فكره التطبيق. يعني لما بتكلم مثلا واحد قرا حاجه عن ضبط النفس، حد مش عارف يسيطر على نفسه، مش عارف يسيطر على لسانه، مش عارف يسيطر على اعصابه، ابتدى يقرا كتاب في المسار ده. طب ابتدى يرصد ان الكتاب ده بيخاطب الحته الضعيفه اللي جوايا، هيبتدي يطبق. طب انا خدت النهارده تدريب ان هو يساعدني في النقطه دي، ابتدي اطبقه بقى، اشوف انا هضبط نفسي ازاي، اشوف اضبط لساني ازاي. يبتدي يدون، مفيش مانع. انا قريت كتاب ايا كان عدد صفحاته، مفيش مانع يبقى قصاد الكتاب في تدوين. التدوين ده بيفرق جدا. انا استفدت ايه من الجرعه اللي انا قريتها النهارده، ان شاء الله بكلمه، الكلمه دي هتفكرني بالتفصيل، ما انا اللي قاري. انا افتكر كتاب لخصته، بس لخصته بطريقتي، لخصته كتابه هاند رايتنج. بس كنت عامل ايه يعني، مثلا قريت الجزء ده فبقول افضل حاجه مميزه في الجزء ده، بس كنت عامل حاجه لطيفه يعني، ممكن ننزله في التعليقات يعني كعينه كده. بس كنت عامل ايه، اولا الكتاب موجود متاح PDF مجاني عادي، فانا عامل تلخيص بس عامل كده نوتس، وليكن الحته دي او الكود ده هترجع له لو انت عايز ترجع بقى، ارجع الكتاب صفحه كذا، تاخد الجرعه كلها بقى. يعني لو انت عارف قريت الجمله بدوقه دي، لو انت قريت الجمله دي وعجبتك وحسيتك ان هي او انت محتاجها الفتره ديت، خد الصفحتين اذهب الى الصفحه. ايوه بالظبط كده بجد. بس كانت بالهاند رايتنج، ويعني لما خلصت الكتاب حبيت اشارك الموضوع ده مع اخرين، وحتى الكثير من اصحابنا وزمايلنا بعت له المصدرين، ادي التلخيص في 40 ورقه، والكتاب اساسا ما يقرب من 250 صفحه. تمام، بس اقرا ده جميل جدا. واشتغل ده على اساس ان انا مش بقرا الكتاب وبرميه، على اساس ان انا بقرا الكتاب وارجع له احتفظ بيه طبعا. طبعا كنز فعليا، يعني الموضوع مش مبالغه. الكتاب ممكن يغير طريقه حياتك تماما، ممكن يفتح لك باب في الحياه اساسا. يعني ممكن خلال قرايه كتاب يفتح لك مسار في حياتك، في شغلك، في علاقاتك مع الناس، ما ده من الكتب برضه. فالموضوع يستحق فعليا. طيب يا مستر، انا عايز ادردش برضو معاك اكتر في قصة الخيال. يعني ايه، وضح لنا اكتر. يعني انت بتقول لنا ان انت بتتخيل نفسك موقف، عايزين امثلة اكتر يعني. حلو. عايزين نفهم اكتر يعني ايه بتخيل، ولا دوت انا بقعد اعمل كده وبسرح في ملكوت الله
طيب مثلا وارد تمر قدامه مشكلة قريتها في كتاب أو شفتها في فيديو أو أيا كان، حتى في إطار الأفلام العربي أو الأجنبي أو أيا كان. من الحاجات اللطيفة اللي هو بنقول العقل الناقد، حتى بنقول كده لكل من هو في المسار التربوي، وانت بتعلم ولادك القرايه علمهم القراءه الناقده. بمعنى انها مش مجرد قرايه عابره، لا انا بعمل فوكس كده على بعض الحاجات. طب لو روايه، حط نفسك مكان الشخصيه. الروايه فيها 20 شخصيه، كل مشهد يمر بشخصيه او غيرها حط نفسك مكان، يا ترى لو انا مكان الشخصيه دي ممكن اعمل ايه؟ فدي بتخليك ايه، مش مجرد قراءه عابره، لا بتخليك تتامل في النص وتتعايشه اكتر وتحس بمشاعره اكتر. وفكرة المشاعر دي على فكرة بتثبت اكتر من مجرد احداث. يعني تعالى لو احنا حكينا قصة، اقول لك فلان عمل كذا واتعامل معاه بحدة، مثلا طرفين، حد اتعامل بقسوة جدا والطرف التاني كان ضعيف، سمعت القصة عادي. طب لما افكر بطريقة مختلفة اقول لنفسي، هو انا ينفع يكون عندي المشاعر القاسية دي ولا لأ؟ طب لو عندي ممكن اتعامل معاها ازاي؟ طب ممكن استخدمها بطريقه ايجابيه ولا لا؟ طب لو انا مكان الشخص الضعيف ده وحاسس بالضعف وحاسس ان هو حد مثلا بيضايقه طب انا لو اتحطيت في موقف زي كده يا ترى ممكن اعمل ايه؟ ففكره ان انا اتعايش مع الشخصيه واتعايش مع الموقف دي بيديني فكره الخيال، ويخليني افكر اكتر ان لو مريت بالمشهد ده ممكن اتعامل فيه ازاي. فدي فكره الخيال. ايا كانت الشخصيه اللي احنا بنقراها او الروايه اللي بنقراها، حط نفسك مكان اي شخصيه. حتى في اطار التاريخ، يعني لو قست كل الطلبه بيدرسوا دراسات اجتماعيه، يحط نفسه مكان الشخصيات، وعلى فكره هتساعده في المذاكره اكتر، مش هينسى الاحداث. طبعا ما تحطش نفسك مكان هتلر بس. ديسكليمر. ممكن يحط نفسه مكان هتلر عشان يقول ما كنتش هعمل كده. صح. انا عندي تجربه لطيفه مع موضوع الخيال دوت. كنت مره في فتره ما كده، اللي هو عارف حماس الشباب بتاع اللي هو انت عايز تنجح وتكسر الدنيا والجو ده، فاعتقد ان انا كنت في الحته دي يعني. فقرات، كنت بقرا في كتاب العادات السبع للناس الاكثر فعاليه. بالمناسبه ده من كتبي المفضله يعني، لم يكن المفضل يعني، وانا رشحه للجميع. يعني كتاب جميل جدا يعني. فالمهم هو في العادة الثالثة تقريبا أعتقد بيتكلم في فكرة الأهم ثم المهم. فكان بيحكي قصة عشان يوضح الفكرة ديت، وهو إن كان في شخص متزوج عنده عيلة وعنده ابنين، وطبعا حاجة أنا ما عشتهاش وحاجة أنا مش قادر أريليت ليها قوي لأن هي مش بتاعتي يعني. تمام. مش في مرحلتي. فبيتكلم ان هو جه في سنة ما وقرر ان هو ايه، انا عايز السنة دي اعمل $1,000,000 سيلز، $1,000,000 قصدي. تمام. طيب فعشان يحقق الهدف بتاعه دوت عمل ايه؟ قال لك قضى السنة سفريات وشغل اوفر تايم، ويعني وكل اللي حطه في دماغه هو الهدف ده. تبدو القصة من هنا جميلة جدا يعني. تمام. الا لغاية وفضل شغال طول السنة لغاية ما حقق فعلا الهدف ده. جميل. طيب ايه اللي خلفه وراءه بقى عشان يحقق الهدف دوت؟ كان هو متجاهل دايما عيلته، أسرته. مش موجود معاهم. مراته طالبه الطلاق. واحد من عياله تقريبا واحد ادمن مخدرات، والتاني كان ماشي مع عصابه وتقريبا مات او حصل له تشوه، حاجه كبيره كده يعني. فهو رجع يعني لقى مراته عايزه تتطلق منه، ولقى الدنيا خربت حرفيا. عموما يعني في الموقف دوت انا ما عشتش حاجه زي كده. تمام. وحسيت ان انا بس كان عندي يعني يمكن قدرت افهم حماسته شويه، بتاعه حماسه اللي هو انت عايز تنجح عايز تعمل حاجه كبيره. بس قدرت ان انا اشوف بقى تجربه ان انا لما حطيت نفسي مكانه او ان انا تخيلت ان انا مكانه، قدرت افهم يعني ايه ان انت نجاحك او رؤيتك الماليه اللي انت الحاجات الماليه اللي انت عايز تحققها ممكن تعود بالسلب على حاجة جدا على حياتك. فانت لازم تتعلم ان انت تكون شخص متوازن. تمام. انا ما مرتش بالموقف ده دلوقتي، بس انا متاكد ان عمق التفكير فيه والقصه دي انا بذكرها كتير يعني، لا حفظتها نوعا ما يعني. فعمق التفكير اثر جواك. تركت اثر جوايا. فعمق التفكير فيها بقى بيخليني اللي هو ايه، اعتقد ان انا ايه بتعامل بطريقه مختلفه دلوقتي وعايز اوازن، مش عايز اتغافل عن حاجه. فاعتقد ان هو دي حاجه هي انا مش عارف هي اثرت فيها ازاي، بس هي غيرت حاجه يعني. اعتقد ان هي غيرت طريقه تفكير اكيد. فدي فكره الخيال برضه.
طب يا مستر كلمنا بقى عن موضوع الإعادة ده. انت بتلخص كتب وبنقول بنعيد بنعيد الكتب كتير وبتاع. دي برضو عن اختبار. كتاب بعد ما تقراه تحس كده نقلك في حتة تانية، فكريا وذهنيا وشعوريا، اداك طاقة جبارة. ايوه بدون مبالغة. تمام. والطاقة دي بتكمل معاك فعليا. عارف زي ما واحد كده اكل كويس جدا وهشتغل 30 يوم ورا بعض، هشتغل على طول، فاهمني؟ فنفس الفكرة، الكتاب اداك طاقة في اطار الحياة وفي اطار علاقاتك مع زمايلك واسرتك طاقة ايجابية. ولو في اي حاجة سلبية ابتدت تتلاشى. كتاب زي كده لا يستحق الإعادة. لما تحس إن الطاقة دي وترصدها كمان، تقول النهارده الكتاب ده فرق معايا جدا، ومفيش مانع ندون الكلام ده، عشان لما أحس بمشاعر سلبية أو حسيت بدروب والدنيا وقعت مني هرجع له تاني. إن ده يستحق الإعادة. فانا بربط الكتاب بالمشاعر او بالمشكله اللي حلها جوايا. بالظبط كده، ان هو حل مشكله. ممكن اواجه المشكله دي تاني فارجع للكتاب تاني. فالكتاب مش بقراه واركنه. قيس على كده. عارف الحاجات الفيزيكال، يعني سي مثلا انا عرفت ان في حاجه باظت عندي في البيت. تمام. وحد قال لي ممكن تعمل كذا كذا عشان تصلح. ما كانش عندي المفهوم ده. وبالفعل سمعت النصيحه وصلحت الحاجه اللي بايظه عندي. تفتكر لما الحاجه دي هتبوظ تاني، مش خلاص عندي بقى المعرفة ان انا اصلح الحاجة دي ازاي؟ ايوه فالوقت اقل. في وقت اقل، وعرفت الاداة بسرعة. خلاص انا في الاول ما كانتش عندي، لكن عرفتها اول مرة، فتاني مرة هتلاقيني بسحب الاداة واصلح الحاجة دي. قيس على كده. الكتاب بيصلح حاجة جواك، المعرفة بتصلح حاجة جواك، صلحتها مع الوقت وارد يحصل فيها دروب تاني. فهقول لك يرجع لنفس الاداة تاني. ودي نقطة مهمة جدا، اللي هو برضو بكرر تاني، القراية مش مجرد خلصت كتاب واركنه جنب زمايله واشوف غيره اخلصه. أيوة. خالص. لا، انا يهمني الكتاب. طبعا الكتاب فرق معايا جدا وطالبه معايا ان انا اقراه تاني في نفس الوقت. ان انا عايز اطلع بحياة مش مجرد عدد كتب قريته. الهدف من القراءة ان انا اعيش، مش اقول كذا 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 انا خلصت عدد كتب قد ايه. بالمناسبة ديت أنا عايز أذكر كتاب عادات ذرية، يعني كتاب هنا. فبسأل الكتاب دوت، تخيل إن هو جه كده يعني لوحده، يعني مش إحنا اللي نقلناه. تمام. الكتاب دوت أنا قرأته في فترة ما، وكان ساعدني جدا إن أنا أظبط عاداتي. يعني إن أنا أبني عادة القراءة، أبني عادة إن أنا أروح الجيم، أبني عادة إن أنا أذاكر. يعني نوعا ما هو عالج لي نقطة إن أنا يبقى عندي روتين، بدل ما الواحد شغال بمبدأ الحماس اللي هو النهارده هقعد أذاكر كتير جدا وبكرة إيه ده صحتي أروح أتمرن بقى يعني مفيش استمرارية على حاجة. فالكتاب دوت أنا قرأته 5 مرات. يعني كل ما بحس إن أنا قرأته أول مرة وطولت يعني فيه بقى، خدت راحتي ولقيت فيه تكنيكس كتير قوي ممكن الواحد يطبقها وهو لغته بسيطة، فبدأت أطبق الحاجات اللي فيه. فممكن أعمل مراجعة بقى، حلقة المراجعة ارجع للحلقة اللي فاتت على طول، مراجعة النفس أيوة. تمام. فأول ما أقعد مع نفسي كده وأحس إن أنا عندي مشكلة تخص العادات أو في حاجة أنا كنت بعملها ووقعت مني، تعمل أبديت. برجع له بقى. ولما برجع له أنا مش شرط أقرأ الكتاب كله، بس أنا يعني بحب أسكيم كده. أنت حفظت خلاص. أنا حافظ إن هو فيه 20 شابتر، وكل 4 شباتر بيتكلموا عن تكنيك معين يعني أو فكرة معينة في العادات يعني. بس هو فأنا كنت برجع كده لا النقطة ديت وقعت مني، أنا هرجع أطبقها تاني والدنيا بتتحل. وعايز اقول ان هو مثلا المره الخامسه دلوقتي خلاص هو الكتاب بقى سريع في ايدي. انا اصلا بقلب الصفح انا حافظ، انا حرفيا بقيت الكتاب مذاكره. يعني لما بقلب اي شابتر فيه فانا فاكر الشابتر ده بيتكلم عن ايه وفاكر ايه الفكره هنا. فانا بس بستحضر الجو العام او الافكار اللي انا او القرارات اللي انا خدتها وانا بقرا الجزء ده من الكتاب. وبرضو السنه اللي انا قرات فيها الكتاب دوت اكتر من مره. كنت قرأت معاه برضو كتاب العادات السبع للناس أكثر من مرة برضو. والسنة ديت فعلا أنا حسيت إن أنا خدت سنة كده بدايتي قرأت كتب كتير، بس وقفت كده وقلت إيه ده يعني إيه مراجعة برضو ارجع للحلقة اللي فاتت معلش. تمام. فإيه حسيت إن أنا إيه ما وصلتش لأفضل حاجة من الكتب دي. حسيت اللي هو لا أنا ممكن أستفيد أكتر من كده.
فقررت ان انا اقف واعمل ايفالويشن كده للكتب اللي انا قراتها. مطلوب جدا طبعا. لقيت مثلا ان في كتب حلوه زي اللي هي كتاب دوت وكتاب العادات السبع للناس. فحسيت ان الكتب ديت تستحق عاده الزياره وان انت تقراها مره تانية. ومره اعتقد ان انا قرات او لمحت حد بيقول فكره ان هو ان انت مش بتحاول، انت بتعمل مكتبه او بتحاول تجمع الكتب اللي انت تفضل ترجع لها على طول. يعني اول مره انت بتقرا الكتاب عشان تحدد هل هو يفضل في مكتبتك بالظبط وتقراه تاني ولا تستغنى عنه، او يبقى قراءه اولى ومش هتتكرر. يعني قراته اول مره وخلاص هتوزعه على حد بقى، تديه لاي حد كده. لكن لو قراته وعجبك واثر فيك فانت بتسيبه معاك، لان انت هترجع له تاني، لان انت هتنسى الافكار ولما تقراه تاني هتفتكر. وهكذا يعني. فكلام جميل يا مستر، كلام جميل. طب حاجه تاني بقى، نرجع تاني لنقطة التطبيق. احنا كده اتكلمنا عن حاجات كتير قوي. مثلا يعني في ناس كده تقول يعني لما بقرأ كتاب ساعتها احس ان الحاجات ديت بطبقها ما بستفادش، او بطبقها او حاسسها مش مناسبة ليا، او كتاب مش مفيد ليا. حتى لو ما كانتش مفيدة دلوقتي، احنا قلنا هننتقل حاجة هنقول مناسبة شوية. تمام. مش شايفها فرقت معايا قوي، ده احساس خاطئ. ان في بعض الحاجات اثرها طويله المدى شويه. افتكر قصه في الاطار ده. كان حد بيحكي ان هو فكره بيقرا، وكان كتب دينيه شويه، فبيقرا ومش بيستفاد. فكان حد عايز يديله نصيحه. فكان قال له بص خد الباسكت ده، باسكت ماشي بس الباسكت فيه خروم. فالباسكت ما كانش نظيف. قال له اعمل ايه؟ قال له خد الباسكت روح املاه من النهر اللي قريب ده. راح قال له طب ما ده كله فتحات يعني مش ينفع اشيل فيه ميه. قال له اسمع الكلام بس. فخد الباسكت وراح بالفعل. طبعا هيحطه في الميه، واول ما يرفعه ما فيش، ما شالش ميه، بس لاجل الطاعه فكان يروح ويرجع مسافه. فاول مره قال له تمام روح املاه تاني. قال له ما انا ما جبتش ميه. قال له بس روح املاه تاني. راح تاني مره وهكذا، تالت مره رابع كذا مره. المهم بعد كذا مره كده قال له ايه مش ملاحظ حاجه؟ قال له ايه؟ قال له بص في الباسكت كده. قال له ايه؟ قال له الباسكت نضف. كانش نضيف، هو ما شالش ميه بس ايه نضف. حاجه ثانيه، وهو كان رايح جاي الباسكت ما شالش ميه، بس في نقط ميه كانت بتنزل من الباسكت اللي هي الحاجه البسيطه خالص على الطريق. بعد يوم 2 3 اثار المكان اللي كان بيمشي فيه ابتدى ينبت زرع. وكانه بيقول له فكره القراءه عموما وخصوصا القراءات الدينيه يعني اللي هي بتترك اثر. انت قد تشعر ان انت ما استفدتش، لكن على المدى البعيد هي بتترك اثر جواك. حتى لو ما ضافتلكش حاجه ايجابيه، هي بتشيل حاجه سلبيه من غير ما تحس. حتى لدرجه افتكرت مشهد احيانا بيجي على السوشيال ميديا كتير، يقول لك لما حد بيبيع كتب على رصيف او حاجه، قال لك ممكن يسيب الكتب ويمشي ومش هتتسرق. محدش يسرق كتب. ما قال لك القارئ لا يسرق والسارق لا يقرأ. فاللي هي فكرة ان انا ادخل في دايرة القراءة دي على فكرة بتنميني من غير ما تحس. بتخليك شخص راقي من غير ما تحس. فمش فكرة اضافة على قد انا ماشي في الطريق. وطبعا احنا بنأكد ان انا واحنا بنقرأ انا فكري مسيطر. انا لازم ادور على حاجة تفيدني، يا اما حاجة سلبية بطلها، يا اما حاجة ايجابية اتعلمها. سلوك سلبي بطله، عادة ايجابية يتعلمها. فدي الخطين اللي يمشي عليهم. فتركيزي على حاجة زي كده مع اي كتاب، واي كتاب فيه رسالة طبعا. تمام، كلام جميل. يعني الفكرة ان انا بحاول ان انا اقرأ تمام، والتغيير او التغيير ممكن يبقى داخلي، والنتائج الفعلية ما استعجلش عليها. بالظبط. ممكن بعد فترة احس ان انا اتغيرت او بقيت شخص احسن. اكيد بغض النظر. تمام، ده كلام جميل جدا. خلينا طيب دلوقتي يا مستر نخش في نقطة نرجح ايه كتب بقى للناس. يعني قول لنا كده ايه كتبك المفضلة ويعني لو تلخيص سريع كده مثلا. طيب بصراحة دي فقرتي المفضلة، انا مستني اللحظة دي. يعني مثلا قلت لك انا قرأت بعض الروايات. من الروايات اللي حاضرة في ذهني دلوقتي في رواية اسمها الأشقر مروان. الأشقر مروان. الرواية بتحكي قصة حصان.
هو البطل اصلا. حتى انا مره كتبت كوت عنها كده على الفيسبوك. ايه اللي وصلني من الروايه؟ كان في علاقه قويه ما بين الحصان وما بين صاحب الحصان. حتى قلت كده الروايه بتطرح العلاقه ما بين الاتنين اقوى من اي علاقه انسانيه. عارف في لينك قوي ما بينهم لدرجه ان الحصان الاحداث طبعا بتمشي فكره الحصان بيروح في مكان تاني وما زال في حنين هم عايزين يلتقوا ببعض. فقد تكون هي رواية وماشية في إطار رائع بس بتوصل رسالة إحنا نفتقد فكرة العلاقات الإنسانية القوية. دي نقطة. تمام. بميل أكتر يعني بحب التنوع في إطار القراءات. بميل للعلوم الإنسانية قوي، فكرة الفلسفة وعلم النفس. أرشح مثلا يعني في دكتور محمد طه في الإطار النفسي بيطرح الأمور بطريقة لطيفة تحسها حياتية وعامية إلى حد كبير، فممكن تروق كثيرين وممكن تناسب أعمار كتير حتى من سن إعدادي ثانوي. الدنيا لطيفة. ممكن نقول أسماء كتب؟ لا، بطعم الفلامنكو من الحاجات اللي أرشحها لطيف. مقالات كده بسيطة بتخاطب النفس البشرية بنسبة كبيرة، أي إخفاقات، أي ألم نفسي، أي وحابب أرشح الإطارات دي خصوصا ليه؟ إن الشخص لو عرف يتصالح مع ذاته يعرف يعمل حاجات كتير جدا. لكن مش هقول لك اقرا بقى في العلوم والتكنولوجيا وانت مدمر نفسيا جوه اساسا. فانا محتاج ان انا اتصالح مع ذاتي اولا، والكتاب هيفيدني في حاجه زي كده او القراءه عموما يعني. لما اتصالح مع ذاتي ومتقبل ذاتي هعرف اتقبل الاخر، اعرف انمي نفسي بعد كده. لكن لو النقطه دي مش موجوده ابني زي ما انت عايز، كانك بتبني على الرمل، ابني براحتك هتلاقي البناء واقع. يعني حتى كمان بنحس الفترة ديت ان في ترند طالع من ناحية المشاكل النفسية او الألم النفسي كتير وسن صغير للأسف. يعني انا بشوف مع الطلبة يبقى واحد في اعدادي ولا في بداية ثانوي واكتئاب بقى واحنا وامتى الحياة تخلص ف ليه ده كله؟ المجتمع فيه ضغوط بس طبعا بتزيل الامور دي كلها لو انا قريت صح وعرفت الهدف من القراءة صح. وزي ما بقول يمكن دايما بقول للطلبة عندي ما تتكسفش انك تسأل، وربنا بيحط قدام كل يعني بيخلي في حياة كل واحد فيه دليل على فكرة. يعني المدرس بتاعك، المس بتاعتك في المدرسة، المدرس في الدرس، ايا كان ممكن حد اتعرفت عليه بالصدفة، مفيش مانع استشيره في امر زي كده. امشي على الخط ده، مفيش مانع اطلب المتابعة. يعني انا بعتز جدا لما طالب يجي يكلمني في النقطه ده، يا مستر ممكن اقرا ايه؟ طب ترشح لي ايه؟ من دواعي سروري. افتكر خدت مجموعه من الطلبه يعني كان تقريبا 3-4 وخدتهم جوله في معرض الكتاب. يا سلام. المعرض قادم علينا معرض الكتاب. توقيت الفيديو ده رائع. بالظبط. فكانت بالنسبه لهم حاجه حلوه جدا، ولاول مره كانوا يشتروا كتب. اللي هو طب هنشتري يا مستر، طب ترشح لنا ايه يا مستر؟ فكان الموضوع رائع جدا، واشجع اي طالب اللي هو خد الخطوه دي، ولو عايز ممكن يجي معايا. اي حد عايز يروح معرض الكتاب يا جماعه يكلم مستر رسمي. بس فالخبره دي في حد ذاتها كويسه جدا. باكد تاني ندور على كتب تخلينا متصالحين مع نفسنا، نتقبل ضعفاتنا، كل انسان فيه ضعف. الضعفات نتقبلها في الاول بعدين نحاول نعالجها. لما انا اوصل للنقطه دي هعرف بعد كده الدنيا تبقى كويسة جدا وانتقي اتجاهات كتير. طبعا بنشجع اقرا في مجالات كتير، اقرا في التاريخ، الحاجات التاريخية رائعة جدا. ان هتلاقي التاريخ طبعا فيه الضعفات وفيه الانجازات، فانت بتشوف ده اخفق في ايه وده انجز في ايه وهكذا، فتلاقي نفسك بتتعلم برضه. ففكرة الاطار النفسي والاطار التاريخي القصصي عامة بداية حلوة جدا. بعد كده لما ننضج ونحس ان القراءة اديتنا جرعة حلوة وابتدى عقلي ينطق، انطلق بقى في القراءة براحتك. في كتب تانية يا مستر تحب برضو ترجعها او كتاب معين مثلا؟ ايه كتابك المفضل؟ كتاب مفضل بميل لاتجاهات، يعني مثلا فكرة العلاقات الإنسانية. ايه الكتاب المفضل في الكاتب اسمه جون جراي كاتب ايرلندي تقريبا، كتاب مترجم بيناقش كذا قضية عن يعني العلاقات الإنسانية بين الأصحاب، العلاقات ما بين شريك الحياة، فكرة التعاملات، أتعامل إزاي. اسم إيه الكتاب؟ في مثلا وليكن
مثلا سن الناس المتزوجين، مثلا الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. في سلسلة موجود الكتاب ده هنا. موجود مثلا اهو شون جراي احنا عمالة اهو مثلا. ده في سلسلة كبيرة من الموضوع، يعني بيناقش فيه فكرة ما بين الأصدقاء، تسلسل. يعني دي مثلا بيقول لك الدليل الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، تعامل شركاء الحياة. في تسلسل الأصحاب مع بعض، التعاملات في الإطار العمل، فده برضه أشجعه. برضه مين كنا قلنا المرة اللي فاتت، الفيديو اللي فات، دليل العظمة لمين اسمه ايه يا ربي؟ مش لا يعني دليل العظمة. دليل العظمة انت قلت ان ده مقالات مقالات برضو إيجابية. في برضو الراهب الذي باع سيارته الفيراري. لا ايه ده، احكي لي عنه ده ثواني. الراهب الذي باع سيارته الفيراري كان عنده سيارة فيراري. روبن شارما. معلش افتكرت روبن شارما. روبن شارما هو اللي كاتب دليل العظمة. من الكتب الأكثر مبيعا في العالم. من الكتب الرائعة. أولا هو داخل في إطار قصصي، وهو بيحكي لك قصة بيطلع لك مفاهيم حياتية، إزاي تتعامل مع ذاتك وإزاي توصل لأفضل نسخة من نفسك، اللي هو فكرة تتعامل مع الضعفات بقى وتعامل مع المشاكل و فكرته إن في حد المفروض ندي مثلا بريف سريع كده. حد المفروض كان مشهور جدا، كان محامي مشهور جدا، بس وصل إن هو متعمق زي ما أنت قلت، حد كل حياته شغله. حد وصل لنجاح غير طبيعي في شغله، بس وصل لمرحلة ايه؟ وصل في السن ان هو بقى عنده 70-80 سنة، فعلامات الشيخوخة ظهرت بزيادة. وصل لمرحلة اللي هو انا نجحت جدا في شغلي، بس حياتي كلها ضاعت، ما كسبتش ولا حاجة تانية غير شغلي. في الوقت ده حس ان هو ما كسبش اي حاجة. فبيكمل القصة بقى ان هو راح في رحلة كده في جبال السافانا، ماشي، وعاش فترة مع ناس عايشين حياة النسك، اللي هو فكرة الزهد في الحياة والرهبنة. وعايشين بمبادئ، وقالوا له انت هتعيش معانا كده زي تسلسل، هنعلمك ان انت ازاي تتعامل مع نفسك ومع مشاعرك ومع افكارك بطريقة معينة، لغاية ما تحس ان انت اللي بقيت مسيطر على كل تفاصيل حياتك. بتحكي القصة بتكمل ان هو بعد ما خد الجرعة دي كلها رجع لدايرته، وكأن علامات الشيخوخة كلها اختفت من عنده، رجع كأنه شباب. فكأنه بيوصل في القصة ان فكرة تعاملاتنا مع مشاعرنا هتظهر على شكلنا. يعني حتى بنقول الشباب شباب الروح، مش فكرة شباب السن. فمن الكتب الرائعة جدا، ورشحه لك لو ما قرأتوش. ده قراءة. ده دليل العظمة ولا ده غيره؟ لا ما هو نفس الكاتب. الراهب الذي الذي باع سيارته الفيراري مكمل بعديه، حتى تلاقي الكتاب دليل العظمة يقول لك صاحب كتاب الراهب الذي عارف اللي هو النجاح التابع لنجاح تاني يعني. تمام. فالثلاث كتب دول عايز اقول لك مسار حياة. يعني لو هنقول حد عايز يركز، ان شاء الله لو خد دول طول السنة دول يبقى عمل انجاز رائع. في حد ذاتهم جرعة، غير فكرة زي ما قلت الروايات هي حاجة بتعيش معاها، لكن طلعت بايه في الاخر؟ ما طلعتش في حاجة، او ما طلعتش بالحاجة القوية. لكن في كتب هي كتب دسمة، عارف، جرعة كده، كلت وجبة دسمة قوي اللي هو مكملة معاك. ايه تاني طيب؟ ايه تاني ممكن نرشح؟ العباس العقاد. ايوه، سلسلة العبقريات. يعني الناس اللي حابة تعلى شوية، ماشي. طبعا هي سلسلة عبقرية عبقرية عبقرية. سلسلة العبقريات رائعة برضه. بتناقش ايه؟ بتناقش شخصيات بس من زوايا بقى. شخصيات واقعية. شخصيات واقعية. في عبقرية السيد المسيح، في عبقرية محمد، في عبقرية علي بن أبي طالب كده يعني. جميل جميل. في أفكار تانية أنت حابب تضيفها؟ احنا كده خلصنا يعتبر أسئلة. لا كأفكار، فكرة إن أنا أدخل في جو القراية وأنت ماشي هتلاقي نفسك أنت بتعرف القراية نفسها توجهك. يعني واحد يقول لك وليكن هو بادئ في طريق، فهو عايز يعرف كل التسلسلات. هقول لك التسلسل بتاعك هيختلف عن تسلسل آخر. أنا ابتديت أمشي في الطريق، فأنا ابتديت من خلال القراية ميولي ابتدى يظهر. أنا ابتديت أقرأ في كذا مجال، فلقيت نفسي ميال أوي للجانب التاريخي، تلاقي نفسك دوست فيه قوي، وهيبقى ده مسارك على فكرة. مش مسار في فكرة حاجة على قد ما أنت مسارك في المعرفة
ومسارك في التوجيه، انا بوجه نفسي من خلال التاريخ. واحد تاني لقى ميوله الاطار الادبي، واحد الاطار الفلسفي، واحد اطار مثلا الجغرافيا وازاي يتعامل مع الحاجات دي وازاي يرصد الامور دي، فياخد الامور من اطار مذاكره اكتر من اطار قرايه. مش مجرد قرايه بالنسبه له، لا ده بياكل الكتاب اللي هو بياكل اللي هو قريت الكتاب. يمكن انا برضو من الخبرات اللي مرينا بيها، انا قعدت سنوات طويله الكتب كنت باخدها من باب المذاكره، كنت بدخل في دايره دراسه، فكانت الكتب بالنسبه لي قراءه ومذاكره في نفس الوقت وامتحان. فاللي هو الكتب، معظم الكتب اللي عندي اللي هو ذاكرتها مش مجرد قريتها. فالموضوع برضو بيبقى مختلف، لدرجه بنوصل لمرحله انا عايز احضر موضوع او اعمل ندوه عن حاجه معينه، بفتح المكتبه عندي من الكتب، اقول انا عايز الكتاب ده وعايز ده عندما احب ان احضر ندوه عن كذا اذهب الى الصفحه الفلانيه. لا فانا عارف، انا فاكر الكتاب ده هاخد منه ايه، الكتاب ده هاخد منه ايه. يا سلام. فالموضوع بيبقى بالفعل سلس. افتكر حد رصد الموضوع ده عند مستر عصمت، يقول اعمل ايه، عايز اتعلم ايه. قلت له الموضوع هي مش فكره يوم وليله، هي رحله طويله. او اقتني كتب ايه؟ لا، هي اقتني دي هتيجي برضو مع الوقت. ممكن في البدايه حد يرشح لك كتب، لكن مع الوقت انت طبعا طبعا تروح مكان زي معرض الكتاب تقول انا عايز اروح البارتيشن ده، انا حابب المسار الفلاني. فتلاقي نفسك انت بقى ليك الكاريزما بتاعتك وليك ميولك في القراءه. انا حابب احكي برضو عن تجربه بتاعتي، اللي هي ان انا بدات كده قلت ايه، ما اجرب القراءه دي بقى. اعتقد ان انا قلنا شويه عنها في الحلقه اللي فاتت عن المراجعه. لو لسه ما راجعتش السنه، احنا لسه في شهر 1، الحق السنه قبل ما تطلع. لا يراجع يوم بيوم، احنا اكيد نراجع. ما احنا بنقول له كده عشان يروح يتفرج على سنه بقى. لو قلنا له يوم هيكسل. هتراجع السنه بس هتخش تكتشف ان احنا ما راجعناش السنه. لا بد. يجوز صح. ايوه يجوز. تمام. طيب فانا بدات اللي هو اتشوقت بقى من الملخصات وكده يعني. فقلت ان انا ابدا قراءه وكده، ويعني لو هنعمل حاجه مختلفه. فقمت جبت بقى شويه كتب مشهوره وكده يعني. تمام. في الاول انا كنت منبهر بيها جدا يعني وعجباني جدا، بس دلوقتي لا، شايفها كتب هابطه يعني مش عجباني خالص يعني. عشان اختبرت يعني اعتقد يعني نفس اللي حضرتك بتقول، اللي هو بعد فتره انت بيبقى ليك ذوق وبتعرف تختار، وفي كتب لا مش عايز تقراها، او خلاص انت استكفيت منها، او مظبوط، او حاجات زي كده. وبرضو حابب اذكر ان القراءه في الاول ما كانتش سهله قوي عليا يعني. كنت اللي هو بحاول بس فكره ان انا احافظ عليها، ادخل في الجو، ادخل في ان هو ان انا بقرا، ومن يعني كل يوم بفتح الكتاب، حتى لو قدرت اقرا كتير ماشي، ما قدرتش ماشي، صفحه ما تكفي، سطر يكفي. الفكره بس ان انا بقرا لغايه اعتقد ان انا بعد فتره خلاص يعني اللي هو ايه. امبارح انا خدت لي سهرايه كده على الكتب قبل ما انام، عشان ما كنتش عارف انام. سهرايه على الكتب. ما تلاقي رفيق السهرات الكتاب يعني يا سلام. الواحد ما يبقى اعمل ايه، هات الكتاب. يعني دي حاجه كنت حابب اذكرها يعني عن الكتب. حاجه تانية يعني، بحس ان الكتب بتساعدني ان انا فعلا زي ما انت قلت يا مستر، ان انا اتخطى مشاكل هي لسه بتواجهني. يعني انا عندي حلول لمشاكل هي لسه ما جاتش مسبقا. وبيبقى عندي يعني انا مسجل حلول. يعني انا جاهز اعدادات جاهز مظبط الاعدادات، جاهز بالمشاكل وليا الحلول بتاعتها. يعني مثلا اعتقد من الناس اللي بتراقبني مثلا، انا مثلا لما بتحط في موقف او مثلا في مشكله او في تنشنه، بيحسوا ان انا بعرف اتعامل. هو بس الفكره ان انا اعتقد ان انا قرات كتير قوي قوي قوي، مش قوي يعني اللي هو انا يعني اللي هو كام كتاب اللي انا قراتهم وظفت. بالنسبه للاخرين بيبقى في السن دوت اعتقد قرات اكتر منهم. فبحس اللي هو لا، اللي هو انا عندي حصيله في الموقف الفلاني، لا يعني ما تتغضبش قوي، او الموقف الفلاني طب فكر اكتر شويه. لان في روايه ما كان في شخص ومش فاكر انا مش فاكر إيه بالظبط، بس انا مش فاكر ايه، بس كان في حاجه كده اللي هو انا محتاج اصبر شويه. طب انا محتاج افكر شويه، انا محتاج اهدى شويه من بس طبيعه القراءه. اعتقد اكسبتني هدوء ما كانش عندي مثلا، فانا بقيت عندي هدوء كده، هو هدوء. وفي زي ما قلت لك القراءه بالفعل بتدي رقيه في الفكر. وده هيحسوا الدايره بتاعتك. لو حد يعني زمايلك مثلا هم بعيد عن الدايره دي هيحسوا بالاختلاف ده. وزي ما انت قلت ايمن، فكره في مواقف معينه ممكن تلاقي نفسك بتقول حاجه معينه،
ممكن حد يسالك يقول لك جبتها منين، تقول له مش فاكر، مش عارف. اللي هو بس زي ما قلت التشبيه في الاول، انت جبت توب وغمسته في صبغه، فانت خلاص الشخص بقى متشبع بكذا زاويه من المعرفه، فبقى بيعيش المعرفه بقى، بيعيش وحاضر عنده، ومش عارف هو جابها منين، يعني مش شرط يبقى عارف، مش مهم المصدر، يعني المهم حاجه تقدر تطبقها وعيشها طبعا. طيب مستر، تحب تقول ايه دلوقتي لاي حد عايز يبدا قراءه، او الناس اللي مش عايزه تبدا برضه، يعني بعد الفيديو ده كله مش عارف انت ازاي مش عايز تبدا قراءه، يعني ده الكتب هي صح، ده احنا حاطين لك كتاب هنا مش كده بنشجعك. كان في حاجه بتقول لو هنقول ان في شخص هو بس اللي هيقرا وسط 1000 يا ريت يكون انت. طب لو واحد وسط 500 يا ريت يكون انت برضه. طب لو واحد وسط 10 يا ريت يكون انت. طب لو واحد بس المفروض يقرا لازم اكون انا. يعني الشخص اللي انا بكلمه ده. فلازم حط نفسك اللي هو انا ماليش علاقه بحد خالص، انا هقرا عشان اخلي حياتي افضل. ودي حاجه مطلوبه من الكل على فكره، حياتك افضل في كل حاجه، دراسيا وعمليا وماديا وفي اطار العلاقات الانسانيه. حياتك افضل، حياتك افضل دي محتاجه ماده خام. يمكن بشبهها دايما يا ايمن، بقول القراءه دي عامله زي الماده الخام وانت الماكينه. فانا مش هطلع منتج، المنتج بقى الحياه، اسلوبي في الحياه وطريقه تفكيري. فانا الماكينه والمنتج القراءه. حلو قوي التشبيه، تمام. فانا دخلت المنتج في الماكينه، طبعا المعالجه بتحصل، في معالجه، فجوده الحياه تتغير، جوده الحياه تظهر، يا سلام المنتج. يا سلام. تمام. والمعالجه نفسها بتتغير مع تكرار الماتيريالز. انا عمال ادخل ماده خام، المره دي دخلت ماده خام، الكتاب مش احسن حاجه، طلع منتج ممكن يكون مش احسن حاجه، ماشي، بس مع تكرار القرايه هتلاقي جوده الماكينه نفسها بتتغير. فالفكره دي لازم نقتنع بيها جدا. انا مش هطلع حياه كويسه سواء لنفسي او للاخرين اللي عايشين معايا غير لما يكون في ماده خام باستمرار. انا عمال النهارده قريت كتاب، بكره هقرا حاجه تانية، كل يوم بعمل ابديت عشان اخلي حياتي مختلفه. ودي هتفرق جدا في حياتي. مش فكره بقى انا عشت قد ايه، على قد ما انا حياتي عايشها ازاي. فالواحد هيقيس عمره بجوده حياته، مش فكره سنين عمره. حقيقي. تمام. فلازم نقتنع بالجزء ده جدا. عايز حياتك تكون افضل، اقرا. عايز تحسن من جوده حياتك هنا، عايز تخليها اعلى، اقرا. ماشي. عايز تعيش حياه مختلفه، اقرا. عايز يومك كانه بسنين، اقرا برضه. اردت ان تضاعف حياتك فاقرا. يا سلام. انا دايما بحس ان فكره ان القراءه، في مقوله بتقول اللي هو ان اردت ان تضيف اعمارا على عمرك فعليك بالكتب، او يعني حاجه كده يعني. وفي حاجه تخص التاريخ بيقول كده، من حوى التاريخ في صدره عاش اعمارا على عمره. اعتقد هي نفس الفكره، يعني نفس انت عمال، ما هو بالزبط. الكتب هي تاريخ مضى، يعني تاريخ افكار لناس عدت. فطبعا يعني لو انت عايز ما تبقاش شخص واحد عادي، يعني تبقاش شخص واحد، تخيل بقى ان انت بدل ما انت شخص واحد كده، لا انت معاك دماغك ومعاك دماغ حد كتب كتاب، ومعاك دماغ واشخاص مش موجودين معانا، اشخاص ممكن يكونوا مش خلاص يعني انتقلوا. فانت دلوقتي تركوا اثر، تركوا اثر، تركوا افكارهم، تركوا اسلوبهم في الحياة. فانت تقدر ان انت تقدر تاخد افكارهم ويبقى عندك وجهتين النظر وطبعا مع القراءة انت بتقدر تبني وجهات نظر جديدة، فاللي بيؤدي في النهاية ان انت بتبقى شخص مختلف، فبالتالي عندك حياة افضل زي ما مستر عصمت بيقول. فيعني نداءنا الاخير للقراءة، عشان خلاص يعني الوضع بقى صعب، صدقني المجتمع مش حامل اكتر من كده، صدقني لازم تقرأ عشان الوضع بقى صعب. ولا انت شايف يا مستر؟ لازم الوضع بقى مزري، سيء ما تخليش اتكلم يعني. موضوع سيء. احنا جايين نشتكي يا فندم، بعد اذنك اقرأ خلاص كفاية. تمام يا مستر، احنا اتبسطنا خالص بالكلام عن القراءة. طبعا القراءة دي موضوعي المفضل يعني. بحب الكلام. انا
والمشاركه حاسس ان انا مش عايز انهي الحلقه، يعني حاسس ان مشاركه انا خبرات القراءه دي حاجه جميله. طب ما كان المفروض نجيب كتب ونقعد نتكلم عن نقعد الكتب، ننقنق فيها. يعني نقعد نقول يا جماعه الكتاب، ونعمل حلقه 4 ساعات ممكن، مفيش مانع. طب نوقف ونكمل نعمل حلقه ولا حلقه اخرى بقى، خلاص بقى يعني حظكم كده بقى. بس انا كنت حلقه قراءه مش عايز ممكن الصراحة. نعمل بعد كده اللي هو ايه يعني جلسه مع كتاب، يا سلام، حلقه مع كتاب، ونوقفه نفس الوقفه دي كده. خلاص انتظرونا في حلقه قادمه مع كتاب. تمام. يلا مع السلامه. باي، سلام يا جماعه.